السلام عليكم. في على الصفحة في ناس كتير جدا بتسألني عن موضوع تساقط الشعر، وكل يوم بتسأل ايه هي افضل الحاجات او المنتجات اللي موجودة في تساقط الشعر، وانا شعري فيه فراغات وشعري بيسقط بطوله، وعايزة حاجة لتطويل الشعر ولنمو الشعر والمنع التساقط. كل دي أسئلة أنا بتسألها كل يوم على الصفحة أو على الخاص. فأنا بس حبيت أطلع النهاردة في فيديو معاكم، أقول لكم على كام معلومة كده مهمين جدا قبل ما تسألوا السؤال ده، أو قبل ما تفكروا تروحوا تشتروا حاجة من الصيدلية أو فيتامين معين لتساقط الشعر. وهي ان احنا لازم نشوف سبب، يا جماعة لازم نشوف سبب التساقط، لان احنا لو معالجناش سبب التساقط الشعر هيفضل يسقط والفراغات هتفضل تزيد. فلازم اشوف السبب. علشان كده قبل ما تروحي تشتري اي منتج من الصيدلية، سواء حاجات موضعية على الشعر او حبوب او شامبوهات او سيرامات او لوشن للتساقط، في كام خطوة كده لازم اعدي عليهم الاول. لازم اعمل حاجة في الاول اسمها صورة دم كاملة، اللي هي السي بي سي، ومخزون الفريتين. دول الاتنين انا هستخدمهم عشان اشوف مخزون الحديد عامل ازاي، هل في انيميا ولا مفيش انيميا. لان انا لو استخدمت اي حاجة وفي انيميا الشعر هيفضل يسقط. لازم اعالج الانيميا، ولو عالجت الانيميا الموضوع كله هيتحل. يبقى رقم واحد في تحليل اسمه صورة دم كاملة مع مخزون الفريتين. رقم اتنين لازم ابص على فيتامين د. فيتامين د مهم جدا، و90% من الناس او من البنات عموما عندها نقص فيتامين د، لان هي حتى لو اتعرضت للشمس حاطه واقي شمس. هو فيتامين د مصدره الرئيسي هو الشمس، وانت لما بتتعرضي انت حاطه واقي شمس، فطبيعي هيبقى في نقص فيتامين د. يبقى لازم اعالج فيتامين د عشان الشعر يوقف تساقط، او على الاقل التساقط يقل او الفراغات ما تزيدش. رقم 3 لازم اشيك على فيتامين اسمه بي 12. بي 12 ده برضو خاص بنوع من انواع الانيميا، لو موجود النقص ده هيعمل تساقط في الشعر. رقم 4 لازم ابص كمان على هرمونات الغدة الدرقية، بس دي بيبقى معاها كذا عرض تاني. يعني لو في مثلا تسارع في ضربات القلب، زيادة في الوزن أو نقصان في الوزن بدون مبرر، الشهية مثلا مفتوحة طول الوقت أو الشهية مقفولة طول الوقت، استرس وقلق دايم. الحاجات دي بتبقى مصاحبة للناس اللي عندها مشاكل في الغدة الدرقية. فلو انت عندك تساقط شعر شديد، وحاجة من الحاجات اللي أنا قلتها دي، في تسارع في ضربات القلب أو زيادة أو نقصان في الوزن أو تغير في الحالة المزاجية عموما، اكتئاب، لازم تشوفي هرمونات الغدة الدرقية. هي دي التحاليل اللي لازم أعدي عليها الأول: صورة دم كاملة، مع مخزون الفريتين رقم واحد، فيتامين د رقم اتنين، فيتامين بي 12 رقم تلاتة، ورقم أربعة هرمونات الغدة الدرقية. بس يعني عشان ما نكترش عليكم في التحاليل، وأنا عارف إن أسعارها غالية، فهرمونات الغدة الدرقية نعملها لما يبقى في أعراض تانية زي اللي أنا قلتها، مش بس سقوط الشعر، حاجات تانية زي اللي أنا قلتها. ورقم خمسة القشرة. يعني لو شعرك فيه قشرة، لو عالجت القشرة التساقط هيقف لوحده من غير ما نستخدم أي حاجة لتساقط الشعر. فلازم أبص على دول كلهم. لو أنا خدت خطوة خطوة مش هحتاج إن أنا أشوف منتج واتنين وتلاتة. في ناس بتجرب منتج واتنين وتلاتة وما بيجيبوش نتيجة في الآخر. وعلى فكرة، الفكرة بتاعت معظم منتجات الشعر سواء اللوشن او الاسبريهات او الحبوب كلها بتعتمد على انها بتزود الدورة الدموية لبصيلة الشعر، وبتعوض لك نقص الفيتامينات. فكلهم تقريبا واحد. فانت لو جربت نوع هتجربي التاني برضو مش هينفع، هتجربي التالت مش هينفع. فلازم اعدي على الخطوات اللي انا قلتها بس. ولو حد عنده اي سؤال يا ريت يسأله في الكومنتات وهنرد عليه. ولو محتاجين اي موضوع معين نتكلم فيه ممكن تكتبوا لي برضه في الكومنتات ان شاء الله، وهنحاول نتكلم فيه. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تساعدونا بلايك وشير. يا جماعة اعملوا مشاركة للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.